السلام عليكم. الرئيس السوري أحمد شرع في روسيا للمرة الثانية، وكلنا يعرف ماذا تعني روسيا في أقطاب العالم. تعتبر قطب هام جدا في هذا العالم الشاسع. أمريكا من جهة وروسيا من جهة والصين من جهة ثانية، فلذلك الكل يعرف قدر روسيا في هذا بمحيطها وبالعالم أسره. برأيي الشخصي الزيارة مهمة كثير كثير بسبب المستجدات والأحداث اللي مرت فيها سوريا وعم تمر فيها سوريا، لأنه كلياتنا بنعرف أنه بالقامشلي في قاعدة روسية كبيرة، كانوا جماعة قسد مثل التسريبات واللي طلعتها واشنطن بوست ونيويورك تايمز أنه كانوا يسرقوا أموال هائلة وطائلة وذهب وغيره عن طريق الطيارات الروسية. وهذا يعني أصدق الكلام صراحة، لأنه نحن بنعرف أنه قسد كانت 30 مليون دولار يوميا من النفط والغاز والخيرات بالجزيرة السورية كانت تسرق يوميا. تصوروا يا جماعة، يوميا، معناته إحنا عم بيروح علينا مليارات بالسنة، مليارات من خيرات سوريا اللي هي إحنا أحق فيها. سرقت، والحمد لله رب العالمين راح تتوقف بإذن الله. ومثل ما عادت أكثر الآبار وأكثر آبار النفط وآبار الغاز وخيرات، الحمد لله رب العالمين، خيرات الجزيرة عادت لسوريا لأهلها، إن شاء الله راح تعود الخيرات الثانية بمناطق الحسكة وقامشلي وعين عرب والمناطق الثانية. الزيارة أنا برأيي الشخصي زيارة مثل ما قلت مهمة كثير وقوية كثير، ولا تنم عن ضعف، ولكن بالعكس تنم عن قوة. اللي دقق على كلام الرئيس الشرع مع بوتين، وبنعرف بوتين ابن حرام، يعني بوتين مو سهل أبدا، يعني كان ضابط مخابرات، وهاي للمرة الثانية أو الثالثة عم بحكم روسيا الاتحادية. الرئيس أحمد الشرع قال له كلام عن صمود الجيش الروسي بوجه هتلر وقواته أيام الثلوج وأيام كذا، واحنا بنعرف كمان نابليون على اساس كمان هناك سقط. القصد انه كلامه له انه القوات اسقطت اعداء كثر بسبب شجاعة وقوة الجيش الروسي، مشان يفهموا بطريقة مباشرة انه احنا عندنا انطعجتوا، انكسرتوا عندنا، يعني احنا عمليا بدون تصريح، بتلميح فقط، انه احنا كسرناكم فاحنا اقوى منكم بشكل عام. ولا تلعبوا هاللعبة هاي مرة ثانية مع هالشعب السوري الجبار العظيم. هاي اللي أنا بقراه مثل ما بيقولوا جماعة الإخبارية وغيره، بقراه بسياق الأخبار. فهذا الكلام يدعو للسوريين أنه يعتزوا ويفتخروا بهيك قيادة موجودة عندهم وهيك حكومة صراحة، رغم أنه إحنا عندنا تعليقات وكثير نقد على خاصة على شركة الاتصالات وشركة الكهرباء اللي جلطوا قلب ناس كسوري بسوريا يعني، ولحد الآن اللي يمكن تكاد تكون هن الوحيدات اللي مش ضابطات، أما البقية عم يشتغلوا بكل أمانة صراحة، وبكل يعني حسب جهودهم وحسب الظروف اللي موجودة. فالله يحميهم ويسر أمرهم إن شاء الله، وسوريا إن شاء الله سياسيا عسكريا بكل شيء إن شاء الله قاضي عليهم. الله يحميهم. السلام عليكم.